لو معاك 20 قرش الجامع الازهر 1991 فدي سعرها يا جماعه عامل 20,000 جنيه. ايوه زي ما بقول لك كده، لو معاك ريال اللي مرسوم عليه الجامع الازهر بس يكون تاريخه 1991 فدي سعره يا جماعه عامل 20,000 جنيه. فلو معاك يا حظك يا هناك. بس قبل ما اقول لك ليه سعره عامل 20,000 جنيه وايه المواصفات اللي فيه اللي خلته بالسعر ده، فبطلب منك يا جماعه ان انتوا تشتركوا في القناه عندنا على اليوتيوب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. بس يا جماعه العمله اللي مطلوبه وسعرها عامل 20,000 جنيه هي 20 قرش الازهر 1991. محدش يجيب لي 20 قرش 1992 ويقول لي انا معايا دي اللي موجوده ومتداوله مع كل الناس. المطلوبه وسعرها غالي وبيوصل سعرها ل 20,000 جنيه ديت اللي هي 1991. شرط العمله يكون 1991. بس قبل ما اقول لك ايه المواصفات اللي فيها اللي خلتها بالسعر ده، بطلب منك ان انت تعمل لنا اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس وتعمل لنا لايك يا جماعه للفيديو عشان وتعليق عشان يوصل لكل الناس. اما لو انت بتشوفنا على الفيسبوك فتعمل لنا لايك وشير ومتابعه. اما لو انت بتشوفنا على التيك توك فتعمل لنا اعجاب في التيك توك وتخش على قناتنا على اليوتيوب من خلال التيك توك وتعمل لنا اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد وجديد. ويلا بينا يا جماعه نخش دلوقتي جوه الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم تاني يا جماعة من جديد. النهاردة هنتكلم على ريال الجامع الأزهر، الريال النادر اللي وصل سعره فعلا ل20,000 جنيه، ريال 1991. ليه يا جماعة الريال أو ال20 قرش بتاع 1991 الريال دي نادر وسعره عامل 20,000 جنيه؟ لأني تم صك منه عدد نادر جدا بهدف التجربة عشان يتم تجربته للإصدار في السنة القادمة. يعني تم إصدار قطع نادرة جدا في سنة 1991 من ريال الجامع الأزهر دهوت كتجربة يعني كبروفة. ولكن الإصدار الحقيقي اللي تم تداوله بين الناس كلها وموجود مع كل الناس هو 1992. لذلك اللي معايا ريال مكتوب عليه الجامع الأزهر 1992 فدي قيمته ملهاش أي قيمة، يعني يكاد يكون سعره من 5 إلى 10 جنيه. أما الريال النادر الشحيح اللي هو مطلوب وفيه غلط صك فهو 1991. ده اللي خلى سعر الريال وصل فعلا ل20,000 جنيه اللي معاه، فيا حظه يا هناه بجد. طيب لو معاه الريال دهوت ابيعه فين؟ تبيعه في العديد من الاماكن، 4 اماكن تبيع الريال دهوت فيه. تبيعه من خلال الاسواق الحره اللي موجوده في مصر وموجوده في اسكندريه، موجوده في مصر في سينما جنب سينما شارع الألفي جنب سينما ديانة. والسوق دوت بيتم انعقاده كل يوم سبت من الساعة 8 إلى الساعة 5 مساء، تروحوا تبيعوا فيه. أما لو هتبيعوا في اسكندرية فجنب كافيه صيام في سوق ميامي. تمام. طب أبيعوا فين تاني؟ تبيعوا من خلال المتاجر الإلكترونية زي إيباي وعلي إكسبريس وأمازون وجوميا. كل العديد من المتاجر الإلكترونية بتعرضوا عليها وبتبيعوا بسهولة جدا. طب تبيعوا فين تاني؟ على المتاجر اللي موجودة والمزادات اللي بيتم عقدها على الجروبات اللي موجودة على الفيسبوك. طيب نبيعوا فين تاني؟ تبيعوا على أوليكس. دي 4 أماكن تبيع فيها العملة الريال. طيب أنا يا جماعة كده خلصت كل ما يتعلق بالعملة، واللي معاه عملة الريال اللي هو 1991 يتواصل معايا أنا شخصيا أخده منه. يا جماعة كل اللي أنا بقوله ده صدق 100%. فبطلب منكم يا جماعة إن أنتوا تعملوا لنا اشتراك في القناة على اليوتيوب وتعملوا لنا لايك تشجيعا لنا عشان نجيب لكم جميع أنواع العملات النادرة والشحيحة وأسعارها وأماكن بيعها كمان ونفيدكم. فبطلب منكم إن أنتوا تعملوا لنا لايك وتعليق عشان الفيديوهات بتاعتنا توصل لجميع الناس. كمان يا جماعه بطلب منكم لو انتم بتشوفونا على الفيسبوك فتعملوا لنا لايك وشير ومتابعه. اما لو انتم بتشوفونا على التيك توك فتعملوا لنا اعجاب واشتراك في التيك توك وتخش على قناتنا على اليوتيوب من خلال التيك توك وتعملوا لنا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد وجديد. انا كده خلصت يا جماعه كل ما يتعلق بالعمله، وانا ممكن اشتري منك العمله انا شخصيا. لو معاك اتواصل معايا واخدها منك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.